الآن قدامي موقف حرفيا مؤلم، اني اشوف قدامي شاب زي الورد بيحتضر وهو بيبكي وندمان. قبل ساعة تقريبا كنت ماسك طريق صحراوي، شفت قدامي ناس ملتمة واسعاف. كان في سيارة لكزس قالبة وفيها شابين، ونزلت من السيارة مباشرة ورحت على موقع الحادث، وكانوا قاعدين بيطلعوا بشاب عمره تقريبا 26 سنة. طلعوه من السيارة وحطوه على الرصيف، وكان جسمه غرقان دم، كان اغلب جسمه مقطع وخدوش كثير بكل انحاء جسمه، برجله الشمال مقطوعة، وحتى في ايد من الايدتين مش موجودة. والشاب قاعد بصرخ وبرجف بقوة. الشاب اللي كان معه بالسيارة مش متضرر كثير، كان حاطه في حضنه وقاعد بتطلع عليه وبرتجف، وقاعد بحكي له بصيح بقول انا ما بدي اموت، ما بدي اموت، انا خايف ادخل النار. وبحكي للشاب اللي معه بقول له محمد انا ما بصلي، بقول له محمد انا خايف، انا ما بصلي، انا بدي انشل، بدي اصير معوق بس ما اموت. بيعلي باعلى صوته يا اخوان. موقف مؤثر جدا، اقسم بالله موقف رهيب جدا. وظل الشاب ينزف، ظلوا ينزف حتى وقف الدم، وجسمه صار ازرق. نشف دم الشاب، نشف دمه، وما لحقوا عليه الاسعاف. والشاب اللي معه وكل الموجودين يحكوا له اتشهد، ولا حياة لمن تنادي. الشاب كان لسانه ثقيل جدا. اول مرة بشوف شخص بموت قدام عيني، حتى الشهادة ما نطقها يا جماعة. والله نبكي زي الأطفال. صح إني يا جماعة ما بعرف ولا بعمري شفته، والله ما أنسى كلامه من الآن لحد ما ربنا يأخذ أمانته. والله بصلي بس ما أموت. صلاة يا أخوان، الصلاة يا أخوان.